أهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم سر. معكم أختكم توتا، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. إذا صديقاتي، اليوم سوف أقدم لكم هذا الماسك الذي هو للتخلص من اسمرار البشرة بعد فصل الصيف، وكذلك الذهاب إلى البحر، وأيضا الخروج تحت أشعة الشمس للذهاب إلى العمل الذين ليس لديهم فرصة للذهاب في عطلة. فيديو اليوم كان تحت طلب الأخوات الكريمات، وقد اقترحت أن أضعه الآن، وأنا أعتذر جدا إن كنت قد أطلت عليكم. إذا هذه الوصفة هي كما قلت عبارة عن وصفة طبيعية فعالة جدا جدا للتخلص من الاسمرار. يمكنكم استعمالها على الوجه، على اليدين. داوموا على استعمالها إلى أن تحصلوا على أفضل النتائج أو النتائج الفضة أو المثلى، وذلك على حسب درجة اسمرار بشرتكم. أول مكون نحتاج إليه في هذه الوصفة هو الأرز المطحون. نأخذ ملعقة كبيرة أو على حسب الحاجة إن كنتم سوف تستخدمونها للأرجل والأذرع وكذلك الوجه. يمكنكم مضاعفة هذه الكمية. هذه الكمية تصلح لليدين فقط. يمكنكم أيضا الاحتفاظ بكمية من هذا الماسك في الثلاجة لمدة أسبوع. سوف نأخذ ملعقة واحدة كبيرة من دقيق الأرز. دقيق الأرز متوفر. إن لم يكن لديكم متوفر، يمكنكم طحن الأرز العادي لكي تتحصلوا على الدقيق. يعتبر الأرز من المبيضات الطبيعية جدا، وكذلك غني بالكثير من الفيتامينات والآسيويات. يعتمدونه جدا لبشرتهم للتخلص من التجاعيد، للتخلص من النمش، أثار الحبوب. فهو مجدد رائع للخلايا، كما أنه يشد التجاعيد. والمكون الثاني سوف نحتاج إلى الحليب، وسوف نأخذ مقدار من معلقتين. من الأحسن أن يكون الحليب دافئ أو فاتر كما نقول. هذه الملعقة، هذه الملعقة الثانية. إن كنتم تجدون أن الخليط ليس كما نقول جاري مثل هذا، وإنما صلب أو جامد، يمكنكم إضافة الحليب. لكن إن كان جاري لا بأس بذلك، فسوف يتشرب الأرز كل الحليب. الحليب أيضا من المبيضات الرائعة للبشرة، كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي تشد وتبيض البشرة وترطبها. كذلك النساء، إن كنتم من ذوي البشرة الدهنية، عفوا ليس النساء وإنما الأرز، إن كنتم من ذوي البشرة الدهنية فسوف ينشف أو يجفف كل تلك الدهون. إن كنتم لستم من ذوي البشرة الدهنية، يمكنكم إضافة ملعقة من زيت جوز الهند، فهو رائع للبشرة. وهذا طبعا إن كنتم سوف تستعملون هذا الماسك على وجوهكم. إن كنتم سوف تستعملونه فقط على الأذرع والأيدي لا بأس. ابني يحييكم. إذا كما قلت لا بأس بأن تضعه مباشرة وأن تستعملوا بعده مرطب لليدين وكذلك الأرجل. الآن بهذه الطريقة سوف نضع الماسك بعد أن يتشربه الحليب، ذلك لكي يتشكل لدينا قوام. هنا لم يتشرب، لم يتشرب. هنا يمكن أن أضيفه القليل من الوقت لكي يتشرب جميع الحليب ولكي يندمج مع بعض. ولكن لكي أريكم ولا أطيل عليكم الفيديو، سوف أريكم بالتقريب. إذا نضع الماسك مباشرة على أيدينا بهذه الطريقة. بعد ذلك
ننتظره إلى أن يجف، وعند إزالته نزيله بطريقة الحركات الدائرية، وذلك لكي نزيل الخلايا الميتة معه التي تكون على الجلد. بهذه الطريقة نحاول أن نعمل سكراب أو تقشير، فهو رائع جدا وسوف تلاحظون النتيجة من أول تجربة. إذا بعد ذلك حاولوا إزالته بالماء، طبعا سوف تبقى طبقة قليلة من هنا لأنني لم أنتظره إلى أن يجف، لا يزال يظهر بهذا الشكل، لكن أنتم انتظروه إلى أن يجف. أنا سوف أزيله أمامكم بالمنديل. هل هنالك فرق؟ هل تلاحظون فرق؟ أظن أن هنالك فرق يظهر. انتظروا حتى أزيل البقية. هذه الوصفة كما قلت مجربة ولم لم أنتظرها وفق الشروط، وانظروا الفرق من أول استعمال. هذه قد ظهرت فاتحة على هذه. أتمنى أنكم تلاحظون الفرق لأنه يظهر لدي هنا. إذا أصدقائي، بعد ذلك استعملوا أي زيت أو أي كريمة للترطيب. يمكنكم أيضا كما قلت استعمال زيت جوز الهند أي مرطب لليدين. إذا أصدقائي، هذا هو كل شيء بالنسبة لفيديو اليوم. أتمنى أنه قد أعجبكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.